زفت يا اللي اسمك لمار، انت بتضربي الواد ليه؟ هو انت ما وراكيش حاجه غير انك تضربي اخوكي وخلاص؟ ده حتى احسن منك وليه لازمه عنك، ده هو اللي هيشيل اسم ابوه وهيرفع راسه. اما انت اخرك ايه؟ بنت. لو شفتك بتقربي من الواد تاني مش هتشوفي مني خير. تعالي يا ابله سلوى شوفي بنتك. في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ الابله بنتك ضربت اخوها الصغير. دول اطفال يا ماما، يعني بيلعبوا مع بعض. هي بنتك دي اصلا مش مظبوطه ودايما بتفضل تضرب في اخوها الصغير. يا حماتي هو عادي، يعني بيلعبوا مع بعض وبيرجعوا يتصالحوا بعد كل خناقه. انا بقى مش عايزاها اتكلموا خالص، لا بحلو ولا بوحش. تعالي يا لمار يا حبيبتي، تعالي عايزه اكلمك في الاوضه. هي ليه تبقى بتعمل فيها كده يا ماما؟ معلش يا حبيبتي، انت عارفه ان جدتك ما بتحبش البنات اصلا. انت عارفه اول ما اتجوزت برضه ما كانتش بتطيقني، وكانت مقتنعه ان انا جيت سرقت منها ابنها، وزي ما انت شايفه لحد الان بتعاملني بطريقه مش حلوه. انا مش عايزاكي تزعلي مهما عملتك بطريقه وحشه، انت عارفه انها ست كبيره. انت بس تجنبيها وخلاص، بس ما تنسيش انه في نفس الوقت دي جدتك، انت لازم تحترميها. لا مروان حبيبي يقعد جنبي. ما الدنيا واسعه جنبك يا ماما، انت مش عايزاها تقعد جنبك ليه؟ هو كده البت دي ما تقعدش جنبي. تعالى يا مروان يا حبيبي، تعالى يا حبيبتي، تعالى اقعد جنبي. معلش يا لمار يا حبيبتي، اقعدي انت هناك كده. يا لمار يا حبيبتي معلش تعالي. نعم يا ماما، عايزاني اساعدك في حاجه؟ معلش يا حبيبتي روحي صحي تيتا، لان لازم تفطر لان ليها دواء. ماما ما انت عارفه انها هترد عليا بطريقه وحشه. طب بس روحي وجربي حظك، اتكلمي معاها باسلوب حلو. يا تيتا يا تيتا يا تيتا اصحي، ماما بتقولك قومي علشان تاخدي الدواء بتاعك. في حد بيصحي حد كده؟ ايه ده؟ وبعدين هو انت اول وش كده اصطبح عليه؟ غوري يلا اطلعي برا اوضتي. شفتي يا ماما تيتا اتكلمت معايا ازاي؟ قلتلك هي ما بتحبنيش. معلش يا حبيبتي حقك عليا انا، معلش خلاص معلش، ما عدتش هطلب منك تاني تصحيها او تكلميها. هي ليه بتعملني كده يا ماما؟ بس انا عملت لها ايه؟ انت ما عملتيش حاجه يا حبيبتي، بس هي ما بتحبش البنات. انا راح اشتري حاجه. ماشي يا ماما، خدي بالك من نفسك. عايزه حد من الاولاد يجي معاكي؟ لا انا بعرف اخد بالي من نفسي. هي ليه بتتكلم كده؟ ماما ينفع اروح العب في الجنينه؟ ماشي حبيبي بس العب مع اختك. تعالي يلا يا لمار. بتعرفي تعملي الكرة زي كده يا لمار؟ لا انت ولد انا بنت. يا مروان يا حبيبي شوف انا جبتلك ايه وانا جايه. وعبت من هنا كده. تيتا جبتلي ايه؟ جبتلك هديه، يلا خدها. شكرا يا تيتا، حاجات حلوه قوي. انت ما جبتليش هديه يا تيتا؟ لا وانا جايبلك ليه؟ انا اصلا ما بحبكيش، يلا امشي من قدامي. الهديه عجبتك يا مروان يا حبيبي؟ ايوه جدا يا تيتا. مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ شفتي يا ماما تيتا جابت هديه لمروان وما جابتليش حاجه. انا هجيبلك احلى هديه ولا تزعلي. بس برضو يا ماما شوفي هي بتعامل مروان ازاي وبتعاملني انا ازاي. طب انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ انا قلت لها كتير بس هي مش راضيه. تعالي يلا تعالي عشان تتغدي. انتوا الاتنين ما تقعدوش جنبي. كل يا حبيبي كل يا مروان. تعالي يا لمار يا حبيبتي احنا هنروح ناكل بره. لمار يا حبيبتي اصحي يلا، جدتك تعبانه قوي، عايزين نروح نجيب لها دواء من الصيدليه. حاضر يا ماما صحيت. هي تعبانه قوي كده؟ بتقول ان قلبها بيوجعها. قالني معايا نروح الصيدليه يلا. يا مروان يا حبيبي قوم تعالى هاتلي كوبايه ميه. مش قادره اقوم يا مروان. يوه تيتا دي زنانه قوي. شوفي ابنك عمل ايه، بنادي عليه يجيب لي ميه مش راضي. معلش يا ماما حقك عليا، انا هجيبلك. لمار يا حبيبتي خدي بالك من جدتك على ما اعمل لها حاجه تاكلها. حاضر يا ماما. اتفضلي يا تيتا جبتلك ميه. هو انتي اللي رحتي مع امك الصيدليه؟ ايوه يا تيتا انا اللي رحت مع ماما. انتي رحتي مع امك عشان تجيبي لي دواء برغم ان انا بعملك وحش؟ ايوه يا تيتا انا بعمل كده لانك جدتي. برضه لو انتي مش بتحبيني برضه انا هفضل احبك، عشان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ببر الوالدين، ولانك انتي ام ابويا فانا لازم ابرك. يعني انتي مش بتكرهيني برغم اللي انا بعمله فيكي؟ انا عمري ما كرهتك يا تيتا، انا بزعل منك بس عمري ما كرهتك. انا اسفه يا بنتي على اللي كنت بعمله فيكي، والله العظيم ان انا اتحركت من كلامك دلوقتي، حسيت ان انا بعملك وحش قوي. المهم يا بنتي انك تسامحيني علشان ما اموتش وانا شايله ذنبك. مسامحاكي يا تيتا، بعيد الشر عنك، ربنا يطول في عمرك يا رب. ودي كانت قصة الجدة ولمار.
العبرة من القصة دي ان احنا ما نعملش حد بمعاملته، وان احنا نعامل الناس كويس حتى لو عملونا وحش، لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده. بس كده، بحبكم جدا، باي.